ايه يا عم انت في انت بتطلع من ايه؟ انت سايب البيت وواقف هنا ليه؟ بيت ايه؟ هو ده بيتي انت قاعد فيه؟ هو ايه موضوع البيت ده يا عم فرغاني؟ تعالى معايا هقول لك. تعالى. البيت ده كان ساكن فيه راجل ومراته وعياله. كان بيت عادي، لعب وضحك وتنطيط. وفجأة صاحب البيت اتبدل حاله وبقى غاوي يقرا في كتب السحر والتسخير لحد ما لبسه أخ من إخواننا اللي تحت. تحت فين؟ تحت الأرض. خلاه ياخد روح 3 من جيرانه، ولما أمره انكشف خنق عياله ولع في مراته وفي الآخر شنق نفسه. ومن ساعتها عفارتهم سكنت في البيت وفي البلد كلها وحرمت عليهم الراحة كلهم. الكلام ده سمع ولا شفته بنفسك؟ شفت ولمست. لمست ايه لا مؤاخذة؟ أنا في يوم صحيت أصلي الفجر، فقلت أصلي الفجر حاضر جماعة في الجامع اللي على البحر. نزلت من البيت في أمان الله، وأنا ماشي في الشارع فجأة لقيت حاجة سودة ضخمة كبيرة واقفة قدامي وقطع عليا الطريق. أجي يمين تيجي شمال، أجي يمين تيجي شمال. هوب لقيت ايدين بضوافر شبه ضوافر الخروف مسكت في رقبتي وبتقول. رفعت العصايه ولسه هنزلها خفي من قدامي. طب انت صليت الفجر ولا عملت ايه في ليلتك السودا دي؟ انا زروت هدومي طبعا. ورحت استحميت. مش فاكر انا اغمى عليا ولا صليت الفجر ولا ما صليتوش. ربنا ينتقم منك يا عم فرغاني. دي حدوته تحكيها لي دلوقتي؟ جيب لنا اي حاجه ناكلها، ده انت نشفت ريقي. حاجه ناكلها منين؟ المطعم اللي قاعدين فيه ده. المطعم ده مهجور من زمان. روح نام يا عم فرغاني، روح نام. إلهي تنام ما تقوم تاني. تصبح على خير. خير ايه بعد اللي انت قلته ده؟ وانا هعرف انام؟ مساء النور عم فرغالي. عم فرغالي، عم فرغالي. طب يا بنتي جربي كلميه تاني كده. يا ماما انا بكلمه كتير قوي موبايله مقفول. يمكن خرج مع صحابه بعد الكليه وموبايله فصل. كليه ايه؟ احنا بقينا في نص الليل. استر يا رب استر. شبح ايه وضوافر جدي؟ الناس دي هبله. الأرض فين؟ وإيه دول؟ لا اله الا الله. حاجة فين يالا؟ حاجة ايه؟ عيب كده يا كبرى، ما يصحش. امال البيوت لها حرمة. مين دي؟ دي الحرمة. مساء الخير يا منال. النور يا اخوي. الهارد والفلوس فين؟ الله، ضيع منك هارد وفلوس. كل ما اديك حاجة تضيعها. هات امك. كبرى الحاجة فين يابا؟ اهدى يا كبرى قول هديت. انت قاعد في بيت مسكون تلاقي البعدة لطشوهم منك. تستهبل. طلع تكومي، أنا عاوز حاجتي. ما تسيبه، انت ماسكه كده ليه؟ مساء الخير يا مدام. مساء النور يا اخوي. ما كانش العشم يا كبرى. طب والاله زعلان منك يا جدع؟ انت في بينا عهد من ايام السجن، تخوني وتسرق لي كده؟ استهدى بالله قول هديت. هاجي معاك اشوف حاجتك دي راحت فين. تصبح على خير يا منال. ماما
مش قادره استنى اكتر من كده. هتعملي ايه؟ هنزل ادور على اخوكي اللي ما باتش في سريره ده. ما انا مش هقدر افضل قاعده كده مش عارفه واحد متداري فين والتاني خفي في انهي داهيه. طب خليكي انت هنا عشان لو رجع انا هدخل اغير وانزل اشوف. عشان تبقى كابتن توك توك جاحد لازم النصيحة والحكمة اللي على ظهر التوك توك تبقى بتعبر عن مكنون شخصيتك. يعني انتوا مثلا في حالتكم دي نقول ايه مثلا؟ انا في الصبح تلميذ وبعد الظهر نجار وزميل ومش منال منال. بقول لك ايه، هو انت رايح الشغل ولا ايه؟ لا شغل ايه؟ ده عبد الرحمن ما رجعش البيت من امبارح وانا رايحه القسم ابلغ. ما تخليك كده وتيجي معايا. لا عندي ماستر كلاس والله مشغول. انا قلت كده برضه. بقول لك ايه، هو ما هنزل الشغل ولا ازاي؟ منال ايه ده ما سمعتنيش ولا ايه؟ بص يا رجاله بقول لك ايه يا فتحي، الكيدز اريال اللي انت فاتحها لي هنا دي مش هتنفع. كيدز اريال؟ انت بتسخر مننا يا شطافه ولا ايه؟ ده ماستر كلاس محترم. على النعمه انا سكت لك بس عشان خاطر كوبرا، لكن غير كده العيال دي لو اهلها عرفت انهم بيزوقوا المدرسه عشان يجوا لك هنا مش هيرحمونا. عندك يا عم شطافه ولم شفافك وعينيك دي عننا. لا ده اهاليهم هيشكروني بعلمهم مهنه ياكلوا منها عيش. يلا يلا يا اولاد خليكم معايا. استبحتوا ولا لسه؟ بقول لكم ايه يا رجاله، نعمل ريفيوز كده سريع. احنا قلنا ايه في المره اللي فاتت؟ اهم حاجه قلنا حواكه. 3 عجلات بفرفهم نازله تجيب مصاريفهم. ايه تاني؟ 3 عجلات بفرفهم نازله تجيب مصاريفهم. الله عليكم، ما بيجي كده الحصه خلصت. اب صلى على النبي. حواكه اب يا حبيبي. اب حبيبي. أنا ما انكرش يا عزيز إن أنت قدمت تمويل الجريدة مقابل خدمات أنت طلبتها بنفسك، مش في مقابل إنك تشتريني وتشتري الجريدة. وأنت لما تاخد تمويل من واحد زي أصلان مش تبقى بتضرب فيا؟ يا عزيز أنا لو فضلت ألمع فيك كده على طول مش هتبقى جريدة، ده هتبقى صحيفة حسنات عزيز الخيال، وفي الحالة دي الناس مش هتصدق اللي أنا بكتبه، وفي الآخر أنت اللي هتشيل منين؟ أنا ما اعترضتش غير على أصلان. خلاص يشوف جريدة تانية واتفقنا يرجع زي الأول والتمويل يوصلك في 24 ساعة. عزيز على فكرة أنا جاي عشان أسلم. مين قال لك تسلم؟ كفاية إن يبقى بينا هدنة الفترة دي، لا أنا أضرب فيك ولا أنت تضرب فيا لغاية لما نلاقي الهرب. حلو قوي. في الحالة دي بقى لو أنا لقيته الأول اعتبر الهدنة انتهت. يبقى جمد قلبك عشان الهدنة هتنتهي قبل ما تلاقي الهرب. ده تقرير تحركات الشريحه اللي مع كوبرا. شريحه ايه؟ عزبة البرج وكفر البطيخ وفرسكور كفر سعد. الواد راح كفر سعد. الشريحه دي بتلف البلد حوالين دمياط، وبعد كده اتحركت على الشرقيه، وكل الاماكن ما لقيناش فيها كوبرا. ما حدش تعرف على صوته خالص؟ لا يا فندم. لا يا فندم، الواد ده بيلاعبنا. الواد ده في دمياط. ده يابا عامل مهم وما بتردش على النمر غريبة ليه؟ كلمني عن النمرة دي عشان القديمة تشم، واحنا على اتفاقنا، الرسالة اللي تسمعها امسحها على طول. يا رب بقدرتك ترجع لي البيت قبل ما يفوت عليها نهار تاني في محنتها. انت عارف يا رب دي بنت وأذيتها بتوجع. ده كبير، في رسالة جت على تليفون الولاسيكا. ده يابا عامل مهم وما بتردش على النمر غريبة ليه؟ كلمني عن النمرة دي عشان القديمة تشم، واحنا على اتفاقنا، الرسالة اللي تسمعها امسحها على طول. فرج من عندك يا رب، من عندك. اسمع، كوبرا موجود في دمياط او راس البر، شريحه بتتحرك في اماكن تانية. تمويه يا فندم، عايز يبعدنا عنه. ايوه بس تحريات في دمياط ما وصلتش لحاجه. عشان كده انا بستاذن حضرتك ان انا اتحرك على هناك، جايز اقدر اساعد. اكيد تقدر تساعد، والا ما كنتش اخترتك لمهمه صعبه زي دي. حازم انا عارف انك شغال تحت ضغط كبير، وسياده الوزير متابع ومستني الاخبار بنفسه. في اسرع وقت يا فندم. بعد اذنك يا فندم. اتفضل. وصلت لايه؟ التليفون الاولاني في القاهره والتاني فين؟ راس البر. عملها ازاي دي؟
طب اقفل انت دلوقتي، اقفل. عزيز باشا. يا شيخون، استويت ولا لسه؟ ما تخزيش يا باشا، انا مش مترجم. طب افتح الواتساب بتاعك وانت تفهم. انا قلت كفايه لفه حوالين نفسك واطمنك على البنت. عجبك الفيديو؟ يا باشا لو عايز البنت هات كوبرا. حمدي، لما الرجاله اللي عندك فوت عليا بسرعه بسرعه. بنت فين يا عزيز؟ بنت فين يا عزيز؟ عزيز كده حاف؟ سلم لي البنت يقول لك قسما عظما اهدها على اللي فيها. مش تدورها في دماغك الاول؟ انا خلاص ما بقاش فيها دماغ. وماله؟ افكر لك انا. تفتكر بنتك عندي هنا في البيت يا شيخون؟ طب لما لقيتني فتحت لك البوابه ودخلتك انت ورجالتك ولقيتني لوحدي مع الراجل ده، ما سالتش نفسك ايه اللي مجمد قلبي كده؟ ما سالتش نفسك بقيت رجالتي فين؟ رجلك تخطي خطوه واحده جوه بيتي بنتك هتدفع ثمنها. بنتي ملهاش دخل باللي بيحصل. سلم لي البنت وهمشي وقضي الامر. بنتك بخير وفي امان ومحدش اتعرض لها لغايه دلوقتي. عايز بنتك صحيح؟ خد رجالتك دول وروح هات لي الهارد بتاعي من كوبرا اللي ضربك على قفاك، مش تيجي تعمل امور البلطجه دي عليا في بيتي. شيخون، انا هعديها لك المره دي عشان اعصابك تعبانه، ودي اخر فرصه ليك عشان تجيب الهارد. يلا كني، هو كني ده اسم انسان ولا ازاي؟ انسان يا فتحي. ما تجيب سيجاره. وانت بتدخن من امتى يا فتحي؟ انا ما بدخنش حد الله. جرى يا كني، هو انا مش هعرف اعمل عليك مصلحه ولا ايه؟ ابرز يا كني ابرز. ولا فتحي حبيبي يا كني، يلا بقى من هنا بقى عشان هنرص ميه. منين؟ ده مين ده؟ ده راجل البيت، جوزك بيناديلي وهو في نص القهوه. سيبك منه. ولو عرفتي حاجه عبد الرحمن كلميني. هو انا ما جيتش النهارده ولا ايه؟ كني معايا سجاره تشتري؟ الله يحنن على ملامحك. روح. ايه؟ قالوا لك ايه في الاسم؟ هيقولوا ايه؟ عملوا محضر واول ما يوصلوا لحاجه هيكلموني. يا رب حبيبك النبي ما تختبرنيش في عبد الرحمن يعني. هو انت ازاي ما تجيش تسلم عليا قبل ما تسافر؟ انت صح وانا غلطان، بعترف اني غلطان. خلاص بقى، بعد كده هقول لك قبل ما اسافر. ما تزعليش جودي. خلاص بقى، اديني تيتا. انا معاك. معاك اهو يا زوما. ايوه حبيبي يا ابني، مش كنت تقول كنت حضرت لك اكل وهدوم تاخدهم معاك؟ انا راجع النهارده وبكره بالكتير. اهم حاجه تتكلمي مع جودي وتفهميها. ما تقلقش يا حبيبي، ارجع لنا انت بس بألف سلامة ان شاء الله. جودي ها، ما تنسيش. سلام. ها، وصلنا لايه؟ يا استاذه سماح، لسه هتبص في التليفون؟ هو انا ببص في تليفونك انت يا حاج سيد؟ حوليهم عليا وشوفي تليفونك لو عايزه تردي. احول ايه ده يا كلون؟ ده عم سيد دوره ومتعطل بقاله 3 ايام. 3 ايام؟ اسبوع يا استاذه سماح، من ساعه حضرتك ما طلعت الاجازه. وانا يعني كنت في المالديف يا عم سيد، ده ربنا عالم الاجازه دي عدت عليا ازاي. محدش بيحس بيا خالص. يا ستي انا هتصرف معاهم. شوفي بس تليفونك لا يكون من عبد الرحمن. صح. عبد الرحمن؟ يا سماح، انت ما بترديش على نمر غريبه ليه؟ علي، انت فين يا علي؟ طمنيني انت بس عليكم. ده انا بكلم الواد سيكا هو كمان ما بيردش. عبد الرحمن مش لاقينه يا علي. بتقولي ايه؟ عبد الرحمن راح جامعته من امبارح ولسه ما رجعش، مش عارفين نعمل ايه. طب اقفلي وهكلمك تاني، وخلي التليفون في ايدك، واي نمره غريبه ردي عليها.
ماشي سلام. خلاص يا كوكش. ايه يا عم السيك؟ المكنه ضرت. انا ما اعرفش حاجه عشان اقولها يا معلم. ودلوقتي الواد هيموت في ايدك يا معلم. يبقى الحق وسمعني حسك يا ورحمة امي ما اعرف حاجه عشان اقولها. ما الجمعيه دي هتفضل دايره لحد ما تقول لي كوبرا فين؟ اصحى بقى كده، انا هعرف مكان كوبرا فين. مش هستنى لحد لما تقتل اخوه. والله ما اعرف مكانه فين. الحق يا ريس، الواد قطع النفس. يعني ايه؟ شكله كده مات. وسع كده. شكله مات. ولا هنعمل ايه يا ريس؟ هنتصرف ازاي؟ نكلم معلم شيخون؟ الواد السيكه فين؟ روح هاتوه. يا حسام ايه الاخبار؟ اخت كبرى جالها اتصال من رقم جوه دمياط على موبايلها فن. فين في دمياط؟ بالظبط راس البر. ابعت لي الاحداثيات. تمام يا باشا. نشور القوات حوالين العزبه، مش هيفرق مننا. يلا حصل يا فندم. شيخون يا باشا. طب ممكن ترتب كلامك عشان افهمك؟ شيخون صاحب المجزر الآلي خطفنا انا عبد الرحمن صلاح المحلاوي. اتفضل اقعد. وحابب اخويا باشا فضل يعذب فينا يا باشا لحد لما عبد الرحمن مات في ايده. وكان بيعذبكوا ليه؟ عشان يعرف مكان كوبا، قصدي علي صلاح المحلاوي. مش ده بتاع قضيه سرقه البنك؟ اه هو. عندك دليل واحد على الخطف والتعذيب؟ المخزن يا باشا اللي اتخطفنا فيه. تعالى معانا دلوقتي يا باشا هتلاقي الدم والكاسي، حتى جثة عبد الرحمن هناك مش عارفين يتوهوها. طيب احنا دلوقتي هنفتح محضر وهنبدا نتحرك بشكل رسمي. حاضر يا باشا. ممكن انه مكسب دي التليفون بس اكلم اهله. اتفضل. الو يا سماء، انا سيك قتل عبد الرحمن. اعمل فيك ايه؟ قول لي اعمل فيك ايه؟ انا ما طلبتش منك غير ان هم ينطقوا بس، وقايل لك الواد لا يا حربي تقوم تقتله وتسيب التاني يهرب. انت ايه يا اخي غلك وغبائك ده؟ ايه؟ راس العيد دي انا فهمك. ما خلاص بقى كبرنا. قايمني قدام الرجاله حتى. هنتصرف ازاي دلوقتي؟ انا اللي هتصرف. يا مولانا يا مولانا، بقول لك ايه والنبي يا مولانا الحقني، انت لازم تيجي معايا البيت وتطلع لي العفريت ده، انا مش هخش البيت ده لوحدي والله. بقول لك ايه يا حنان، انا في حاجه مهمه ضايعه مني ومش فايق لمواضيعك دي خالص. يبقى هو اللي سرقها. هو مين؟ الشبح مفيش غيره، عرف انك هتساعدني فحب يعاقبك بقى. ها افتحوا لي الباب، حد يفتح لي، خرجوني من هنا، حد يفتح لي الباب، خرجوني من هنا، افتحوا لي. في ايه؟ في يا بنت انت؟ عامله الخوته دي كلها ليه؟ مش هعمل حاجه والله، بس نبي سيبني. انت بتعمل ايه يا رجل؟ انت بتعمل ايه؟ خلاص خلاص خلاص، انت هتعمل عقلك بعقلك. اطلع انت وانا هسكته. عارفه لو سمعتيك صوت تاني هزعل، وزعلي وحش. خلاص معلش، حقك عليا انا والله، معلش. اهدي اهدي بس، تعالي اقعدي كده. في ايه بس؟ ايه اللي حصل؟ انت ما وقعتيش غير في اشر خلق الله ده؟ بينك وبينه ايه رجب ده عشان يحط نقره من نقرك كده؟ والله انا سليم، بس الادويه اللي هو بيديهاني دي هي اللي هتجنني. النبي مشيه من هنا.
يا حبيبتي الادويه دي هي اللي هتخليكي تخفي وتبقي زي الفل. الادويه دي هي اللي هتموتني هنا ومحدش هيحس بيا. بعد الشر عليكي، محدش يحس بيكي ده ايه؟ طب اقول لك على حاجه، في واحده ست جت سالت عليكي وقلت لها نجيب ورق الزياره عشان تيجي تشوفك. بجد؟ اللهم صل على النبي عليكي، ما انت عارفه كل حاجه وزي الفل اهو. دي قريبتك دي؟ لا نجاة زي مامتي، هي اللي مربياني في الدار. والنبي لما تيجي ما تخليش رجب يمشيها. يمشيها ده ايه؟ هي مستشفى امه. نامي انت بس وارتاحي دلوقتي وهي هتجيلك وما تقلقيش، انا معاكي. انت هتهششني تاني؟ ده انا هشك على وشك. هقول لك على كل حاجه. يا راجل يا رمة، يا ناقص يا واطي طلع تعمل عينيك. زي انا كده. ده انا كنت كل يوم بعدي في الشارع عشان كنت شايفاك بتارج. يا ناقص. دي ارض ما بتنطط زي القرد قدامك اهو. يبقى انت اللي كنت بتسرق كل يوم بيت وفاهم الناس ان البيت مسكون وعفاريت هي اللي بتسرق. يا راجل يا حرامي. حقكم عليا، انا مستعد ادفع لكم اللي انتوا عايزينه بس تستروا عليا. حاجتي فين؟ حاجه ايه؟ انت هتنطق ولا ننزل نقول الكلام ده للناس ونشمع الفتله؟ لا بلاش تشمع الفتله. لا هنشمع الفتله. هيقتلوني. يبقى تنطق. حاجتي فين؟ لا اله الا الله. على فين يا حبوب؟ مساء الخير يا مدام. مساء النور يا اخوي. تصدق انت ابن حلال يا كبرى، كنا رايحين نجيب شويه جبن وزيتون. اتعشيت يا اخويا؟ خش جوه انت يا مدام. حاضر يا اخوي. ايدك بقت تقيله قوي يا كبرى. اطلع بالحاجه يلا. برضك لساك عاوز تظلمني. قول له الحاجه فين؟ انا قلت له خلاص كل حاجه وقريت عليك. انا كنت بوهم الناس وبخوفهم من البيت، بوهمهم ان انا بكلم العفاريت وبقول لهم على طلباتهم. ده اللي هتدانا فيه، بس حاجه ايه؟ 5 ستار. كانوا بيدوني فلوس واكل عشان يتوقوا شرهم. ده حتى انا طلعت اللبس ده اللي كنت بشتغل بيه في بيت الرعب في المولد، كنت بعدي عليهم قرب الفجر عشان يصدقوا ان عفاريت البيت سكنت البلد كلها. تطمن معانا كده يا طلعت. حقك عليا يا اخويا، حقك عليا. طب والاله قال انا ماليش ذنب، انا كنت مزنوق في قرشين والدنيا ملطشه معايا. ايوه بس انا بقول لك الراجل ده انا واكل معاه عيش وملح. الراجل ده صاحبي. صاحبك قرشك والكمبيالات اللي عليك ليا، ولا تحب ترجع السجن تاني وتلبس البدله المزهزهه؟ لا على ايه؟ ولازمتها ايه التهديد دوت؟ اضطريت اسمع كلامه وامشي وراه. ده انا كنت مستنيك، كنت بدور عليك، ده انا حرقت 3 قبلك. لا اله الا الله. حرام عليك يا عم فرغلي، كده كتير. البيت كده هيولع بيه. لا يولع، انت مش بتقول هربان؟ اهو نخلص منه زي اللي قبله، واذا نفد منها هيبقى مولانا وهناكل من وراه لقمه عيش حلوه. تنادي على الناس دلوقتي وتقول حريقه وتلحقه. طيب حريقه يا اخوانا، حريقه. لا يا اخويا مش كده، تقول كده حريقه يا ناس في البيت المهجور، حريقه يا ناس في البيت المهجور. بسم الله الرحمن الرحيم. سرها يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله. لحد انت ما جيت نفدت من النار، قلت بس هو ده مولانا. الله اكبر يا مولانا. هو ده اللي هناكل من وراه الشهد. وبعدين ما تاخذنيش يعني، احنا ما كناش ناويين ناذيك ولا حاجه. كان لازم تصدق ان فيها عفاريت بجد وتخش عليك، عشان لو انت صدقت الناس هيصدقوك. احنا كان غرضنا انك انت تتدارى في وسطينا، وهو يعني تطلع لك بقرش ينفعك. شفت، احنا كنا عايزين مصلحتك. سماح والنبي يا اخويا، سماح النبادي، سماح يا كبرى.
اخر مره مش هعمل كده تاني. وبعدين انا كان غرضي اداريك بجد، ده حق وحقيقي. انا مش عاوز ارجع السجن تاني. السجن الجو دلوقتي سم وتلج وانا مش قادر استحمل الرصرصه دي. هو اللي ملا دماغي، انا ما عملتش حاجه. هو ده فرغلي، ده شيطان. السلام عليكم. السلام. تعرف اللي في الصوره ده؟ ده سيدنا وبركتنا يا باشا. سيدنا وبركته. وانت يا باشا ده علي جبني. وانت ده خرج من وسط النار. الله اكبر عليه. ده خرج من وسط النار؟ ايوه يا باشا. الاقيه فين؟ عايش في البيت المهجور يا باشا. تعرف البيت المهجور؟ عارفه يا باشا، اتفضل. ها. الاتنين اللي قدامكم دول اتنين نصابين، استغلوا فقركم وجهلكم عشان يسحبوا منكم فلوس واكل وحاجات تانية كتير. المنطقة دي لا فيها عفاريت ولا بيت مسكون ولا اي حاجة بالهطل ده. ينصر دينك يا سيدنا. انا مش سيد حد، انا زيكم بالظبط. ربنا خلق كل واحد مننا حر نفسه، بلاش تدنوا نفسكم لاي مخلوق. كل واحد منكم عنده عقل يفكر بيه. انتوا محتاجين الجن والعفاريت بايه؟ انا عملت اللي عليا معاكم، تصرفوا انتوا بقى في الباقي. هبرة! الاتنين اللي قدامكم دول اتنين نصابين، استغلوا فقركم وجهلكم عشان يسحبوا منكم فلوس واكل وحاجات تانية كتير. المنطقة دي لا فيها عفاريت ولا بيت مسكون ولا اي حاجة بالهطل ده. ينصر دينك يا سيدنا. انا مش سيد حد، انا زيكم بالظبط. ربنا خلق كل واحد مننا حر نفسه، بلاش تدنوا نفسكم لاي مخلوق. كل واحد منكم عنده عقل يفكر بيه. انتوا محتاجين الجن والعفاريت بايه؟ انا عملت اللي عليا معاكم، تصرفوا انتوا بقى في الباقي. هبرة! وسع انت هو. الواد ده مجرم وهربان من العدالة. هو البني ادم عشان كويس يبقى في نظركم مجرم؟ الواد ده مجرم. هبرة! استنيني هنا، لو حسيتي بأي حاجة صوت. طب ما تسيبنيش لوحدي هنا والنبي. يلا. فتش البيت كويس. اوضه. يا حسام اتقتل. الواد ده كده وصل له خبر موت اخوه، هيرجع القاهره النهارده عشان يشوف. عايزك تأمن لي مداخل القاهره، مخارج دمياط وراس البر، اسرع حاجه عندك. يلا سلام. واحنا رايحين فين؟ لازم اعديك البر التاني واوديك على مصر على طول. البيت فاضي يا باشا، مفيش اي اثر لكم. اكيد. ورايا.
القائد طارق محمود. اهلا يا باشا، نورت المكان، تحت امرك. هو ده ابن المكان اللي صاحبك اتقتل فيه؟ هو ده يا باشا، بس انا مش فاهم هو حوله ازاي كده. صاحبه ايه وقتل ايه يا باشا؟ انا اول مره اشوف يا باشا انك كذاب، والله العظيم كذاب يا باشا. يا باشا صدقني، اقسم بالله ده بيكذب. والله العظيم ده بيكذب. يا باشا الواد ده مبرشم، اي حاجه بيلاقوها على الرصيف يبلبعوها وياخدوها ولا ايه يا باشا؟ تشرب ايه بقى عقبال ما يخلصوا تفتيش؟ عرفتي بقى حكايتي؟ عرفت، وهساعدك عشان تمشي من هنا. مش هطمن غير لما اعرف ان هما مش هيوصلوا لك، وهاجي معاك. انا مش هسيبك يا علي. هتعملي كل ده عشان واحد عرفتيه من يومين؟ انا يمكن اكون عرفتك من يومين، اكتر من ناس قضيت معاهم عمري كله لا عمري عرفتهم ولا هم عرفوني. واللي انت عملته معايا يخليني اساعدك حتى لو على رقبتي. انا عمري ما شفت بنت جدعه زيك يا حنان، انت تستاهلي كل حاجه حلوه. بس انا الايام دي بطلع من بلوه بدخل على مصيبه. خليكي هنا امان وانا هبطمن عليكي. انا بس عايز خدمه اخيره منك. من عينيا. انا عايزك تبعتي رساله بصوتك لو سامعها، ولو الجو عندها امان هي اللي تتصل. حاضر، خد. يا سماح، انا بكلمك عشان اطمنك على حبايبي. اما تبقي فاضيه يبقي كلميني على النمره دي. سلام. بتتصل. ايوه يا سماح. عبد الرحمن مات يا علي، قتلوه اخوك يا علي. لقيتوا معاه حاجه تاني غير البطاقه؟ لا ما لقيناش. بلغ المديريه ان الاسعاف نقلت لنا واحد من على الطريق. امشي يا ادم عشان ما تلفتيش النظر. صباح الفل. كنت عايز عربيه تخرجني من البلد من طريق الزراعات بعيد عن الطريق السريع. توكلنا على الله. علي، خد بالك من نفسك، وكل ما قلبك يوجعك على فراقه ابقى ادعيله. وانا نمرتي معاك، لو احتجت اي حاجه اي وقت اتصل بيا على طول. وامانه عليك، يعني ما يكون عندك وقت ابقى عدي على راس البر، ما تنسانيش. انا عمري ما هنساك يا حنان. انا مش عاوزك ترجعي اللي كنت فيه ده تاني، واي حد يدوسلك على طرف شبشبين. مش ناوي تاخدني معاك برضه؟ انا مش عارف ايه اللي جاي، ومش عارف رايح على فين. خدي بالك من نفسك. طيب تستر. اتحرك حماتي، مفيش حاجه ان شاء الله. يا رب. قدر ولطف. يا رب. بقول يا لك رب. ايه موح حبيبه قلبي، انا لازم اروح الشغل دلوقتي، وتطمني ان شاء الله باذن الله هو بخير مفيش حاجه. ها هبقى ارجع لكم تاني. يلا لا اله الا الله. اتكل على الله. ماشي، خلي بالك من نفسك يا موحه، هتوحشيني. اموت انا وعيد السنه. الو. رئيس حربي. رئيس حربي، ده اللي انتوا عملتوه في الواد رئيس حربي ينفع كده؟ يقولوا لي ده لقوه مرمي على قارعة الطريق بيطلع في الروح. وانت عرفت الكلام ده منين؟ ما المديرية كلمتنا وانا دلوقتي في المستشفى. بس اقول لك على حاجة، لو ما كنتش اعرف ان انتوا ايديكوا تقيلة قوي كده. ولا من غير لك ومسكنة. ابعت لي لوكيشن من المستشفى على الواتس دلوقتي، ولو عرفت حاجة عن كوبرا كلمني. دلوقتي عبد الرحمن في المستشفى،
امه واخواته عنده، يبقى ناقص مين عشان يلم الشمل؟ كوبرا. يبقى احنا لازم نكون عند المستشفى علشان نستقبله. انا في الطوارئ من دلوقتي. لا 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 لا، خليك انت، مش ناقصه تطين اكتر من كده بسبب غبائك. ايوه يا عزيز، الشغلانه دي كلفتني اكتر من مكسبها بكتير. الواد عرف ان اخوه في المستشفى وانا هصطاده من هناك، اسلمه لك تسلم لي البيت. عبد الرحمن صالح المحلاوي تروحوا تشوفوه في انه مستشفى، تستنوا كوبرا هناك. عايزكم تجيبوا لي هنا قبل ما ايد اي حد توصل له، مفهوم؟ مش هينفع كده يا جماعه، معلش ساعدوا الحاجه تخرج بره. قومي يا أم. لا معلش يا أمي، لا معلش يا ماما، قومي معايا. معلش يا أمي، معلش يا ماما، قومي بقى معايا. صباح الخير. صباح الخير. اخبار الحوادث ايه النهارده؟ مفيش. لا في. امال ايه القلق اللي بره وجوه ده؟ واي قلق؟ ده اخو الواد اللي سرق البنك لقيوه قرب الفجر مرمي على الطريق وكان بيخلص. هي دي الاخبار. لا لا، ده كده حلو قوي قوي. وليك مكافأة عندي جامدة جدا. مع السلامة. سلام يا حبيبي. يا مروة، مروة. ايوه يا استاذ جمال. الواد كوبرا اكيد هيظهر في منطقة المستشفى اليوناني. عايزين نزرع كاميرات في كل حتة، في الشوارع وفي المداخل والمخارج والمنطات وكل حتة، وتبعتي كام مراسل كده صايع علشان يعلقوا تعليق اصيع اول ما يتقبض على كوبرا. حاضر. متقلقيش بقى، خلاص والله كل حاجه هتبقى كويسه. انا تعبت بقى، نفسي اخرج من هنا. والله هتخرجي وهتبقي زي الفل. خلاص بقى. نجاة، إيناس حبيبتي، حبيبتي يا بنتي، بس ما تعيطيش. تعالي حبيبتي، تعالي اقعدي. اهدي انا جنبك اهو ومش هسيبك. انت كنتي فين كل ده؟ انا دخت على ما عرفت مكانك. عزيز الخيال محرج على اي حد يقول انت فين، بس انا مش هسكت. انا هعمل اي حاجه عشان تخرجي من هنا. انا لما اخرج من هنا هعيش حياتي عادي طول ما عزيز مكمل في حياته ولا كأن حاجه حصلت. انا مش هعرف اعيش. طب يا بنتي ما تريحيه وتجاوبيه على السؤال اللي محيره عشان يسيبك. ده من ساعه ما قلتيله ان الفيديو مع حد تاني غير جمال هلال وهو هيتجنن. انت كل ده ما تعرفيش عزيز الخيال؟ الحاجه الوحيده اللي منعها عن قتلي لحد دلوقتي هي اجابه السؤال ده. يلا يا رجاله. تمام. رحتوا المقابر ولا لسه؟ عبد الرحمن عايش يا علي، بس متبهدل خالص. عايش؟ بيقولوا في واحد اسمه حربي هو اللي عدمه العافيه ورماه على الطريق، وشه متسلفط خالص يا علي وبين الحياه والموت. انتوا فين دلوقتي؟ احنا كلنا معاه في المستشفى اليوناني اللي في العباسيه.
تعديش يا علي، اوعى تيجي. ابعد ابعد. ياما احنا لازم نتكلم. هنتكلم هنا يا علي، الداخليه كلها هنا مستنياك تشرف. ابعد ابعد يا ولا، ابعد. شكرا يا ريس. حازم باشا. يا حسام ايه الاخبار؟ كله تمام، امه واخواته البنات وصلوا يا فندم. تمام. حالته ايه دلوقتي؟ عنده نزيف داخلي عمل له اغماء، والدكاتره لسه مش عارفين يحددوا اذا كان هيعدي منها ولا لا. هيعدي ان شاء الله، يبقى كويس. يا رب يا رب. ايه يا حاجه؟ علي اتصل؟ هو سعادتك لا مؤاخذه جاي تقبض على اللي ضرب ابني ورماه في الشارع، ولا جاي تقبض على اخوه؟ واضح ان الموضوعين مربوطين ببعض. لو قدرنا نوصل له ونتكلم معاه ويفهمنا، ساعتها هنجيب حق عبد الرحمن ابنك. ها؟ اتصل يا حاجه؟ تفتكر كبرى هيجي يا باشا؟ وصلتوا؟ طب خليك مع المعلم، ملازمه وما تفرقوش، عشان كوبرا ده في غفلة رمش هتلاقيه وسطكم. سلام. كنت ناوي هم لما اشوفك المره الجايه تكون سلمت نفسك وفي بينا حديد. مش هتخلص كده. لا تخلص مين؟ تأذيتني في اخويا. طب النهارده بقيت شغلانتي، عاوزك كل مره تبص في وشي تعرف انك هتخسر حاجه. هتعمل ايه يعني؟ اخويا اللي انت مديت ايدك عليه ده الاصول، لما تشوفه بعد كده عينك تتكسر وتبص في الارض، عشان كده انا هكسرها له. لا يا كبرى، لا يا كبرى، لا يا كبرى. الحقوني! الحقوني! خلي 2 من الرجاله يلف حوالين المستشفى. نعم. الحقنا معلم سيخون، كبرى صف عين معلم حربي. بتقول ايه؟ يا نهار ابوكوا اسود. اقفل. اطلع يا ابني. صباح الخير، نورتونا، اهلا وسهلا. احنا اخترناكم النهارده من بين اخواتكم عشان تشرفوا بابا عزيز قدام ضيوفه، وعايزين ندي انطباع محترم عن الدار، ونفهم كل اللي يتعامل معانا ان اليتيم ده مش واحد من الشارع، لا ده بني ادم نظيف ومتعلم وعنده ذوق. ندى. نعم. روحي معاك. فاهمين؟ يلا اتفضلوا. صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. صباح الخير عليكم كلكم. الأبوة شيء عظيم قوي. أنا عندي في الدار أكتر من 500 ولد وبنت، بتقابل معاهم مرة كل أسبوع على الأقل.
كلهم بينادوني بكلمه واحده. بابا عزيز. بابا عزيز. بابا عزيز دي احلى حاجه بحب اسمعها في حياتي، وعشان كده انا بشكركم كلكم. بشكر كل اللي ساعد في انماء مؤسسه الخيال للايتام، اللي ساعد بدعم مادي او دعم معنوي او تسهيل اجراءات او اي حاجه. اتمنى لكم تقضوا حفله لطيفه مع اولادي وولادكم، وطبعا بعد الحفله في دروع هتوزع لحضراتكم وهدايا للولاد. استمتعوا. عايزاه. ليه؟ حالا وقت. ليه؟ لا والله العظيم ما ما توسع يا عم، انت ما بتشوفش ولا ايه؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ايه ده؟ انت هتخطفنا؟ لا مش هخطفكم، ما تخافيش. انزل. وانا كمان؟ لا انت استني شويه. اقلع. وانا كمان؟ لا انت استني شويه. ما تقلع يابا. بس انت طلعت عسل خالص. والله انت اللي مسخره. اسمك ايه؟ سوسو. والحقيقي؟ سعدية. انزلي يا سعدية. يلا بينا. ايه ده؟ دول صارفين ومكلفين يا اسمك ايه؟ هتجرسينا ولا ايه؟ طب بقول لك ايه؟ ايه؟ لا ايه اهدي يا سو، اهدي ما توديناش في داهيه. انا اروح اقضي حاجه واجيلك. هتتأخر ولا اشوف مصلحتي؟ لا شوفي مصلحتك. لا هستنيك. ماشي. قلبي يا ناس. ايه ده؟ او ماي جاد حبيبة قلبي. حبيبة قلبي. اهلا. هجيلك تاني. اوكي يا حبيبي. لا ما هو احنا هنا ليه؟ بابا عزيز ما بيحبش اللي يسأل كتير. ها؟ طب انا هنزل للعيال عشان اشوف الاتوبيس ما يمشيش ويسيبني. ما تقلقيش، انا امرت ان محدش يمشي دلوقتي. انا اصلي في حاجات ما بعرفش انبسط بيها غير وانا متاكد ان حواليا ناس مش عارفه اتخلصها من ايدي. ايه ده؟ اوعى. اقعدي بس، اقعدي. انا هعمل لك حاجه تهدي. ايه ده؟ انت مين ودخلت هنا ازاي؟ انا كوبرا عزيز بيه، ولوني تحت لابس نضيف فدخلوني. انت عشان تبطل العدل من العيله اللي فيك دي. انا هربيك يا كوبرا. انا مش جاي اتخان، انت ليك عندي امانه وجاي اقول لك تاخدها ازاي. اتكلم. اللي هتسمعيه دلوقتي ما يطلعش بره. الموضوع كله بدأ لما حرب اخو شيخون قتل الواد بتاع الامن ولبسها لي. انا عايزكم تخرجوني من الموضوع ده، وساعتها الهارد بتاعك هيرجع لك. بقيت حسابك يا دكتور. ألف سلام عليه يا معلم شيخون. اسمع بقى المهم. أؤمرني. تعرف دكتور في مستشفى اليوناني يفهمنا؟ يا معلم أنا قصرت في حاجة؟ ما تنهدنيش. أنا عايز حد جوه المستشفى يقضي لي مصلحة في أوضة الإنعاش، وهبسطه وهبسطك معاه. عندك ولا ما عندكش؟ هدبرها لك. دبرها حالا وقضي الأمر. حد يعرف اللي على الهارد غيرك؟ حتى اللي معاه الهارد دلوقتي مش هيفتحوا غير لو اتأخرت عليه. انت دخلت في لعبة أكبر منك. طب ما تخرجوني منها وكملوا انتوا مع بعض، وما تلعبوش على رقبتي. ما ينفعش. طالما هجيب لك براءتك يبقى أنا راهنت عليك، وأنا ما بحبش أخسر. ماشي. على الله. يعني إيه؟ يعني على الله. وايه اللي يعني ايه؟ انت هتكفر ولا ايه؟ قوم يا بت،
سيبها يا كوبرا. شيل ايدك. ربنا بيحبك يا دكتور علاء اننا لحقناك قبل النبطشيه بتاعتك. ايه ده؟ هو ميعاد الدكتور دلوقتي؟ انا لو اتحركت يا دوب الحق الاتوبيس. معقوله؟ دكتور محترم زي ما عليك كده وما عندوش عربيه؟ خلص انت العمليه وهتلاقي العربيه. ايوه بس مفيش بس. الواد كده كده مفيش ولا حته سليمه، وهيرجع للي خلقه حتى لو عملته ايه. حد يقدر يخالف قدر ربنا؟ اعوذ بالله. طب ليه بقى ينازع؟ ما اروح لربه مرتاح بنفس راضيه. امسك يا دكتور، دول شويه فكه تحت الحساب. لما الواد يرتاح مش هتعرف تعد الباقي من كترهم. هو كده ربنا بيسبب الاسباب عشان يسعد عباده. وادي جاي بره الحكايه تعبي وتشيل، بس مش مشكل، رزقه وحلاله وخلصانه. عزيز الخيال بعت عايز اقابلك يا معلم. بالظبط. بصي كده، بصي. ايوه يا استاذ جمال، يا مروه، الدنيا هنا مريحه على الاخر. على فكره الواد ده ذكي قوي. احنا عايزين بعد الناس ما تمشي وتزهق نكون احنا اللي موجودين. هو كده كده هيظهر. والله شك يا استاذ جمال بصراحه. هو ده بقى فرق خبره السنين. بقول لك ايه، هاتي للولاد عندك شويه شاورما على شويه مشويات على حساب الجريده عشان يفوقوا شويه. حاضر يا استاذ. يلا باي باي. ايه هنمشي؟ عايز يطلب لنا شاورما. خلي بالك ده مش هيصرف ويكلف الا لو مالي ايده من الواد جاي. كمل كده. ايه رايك في ده؟